اشتري عربية دلوقتي ولا هترخص كمان؟ كلنا شايفين دلوقتي انخفاض اسعار العربيات الجديدة وبالتبعية المستعملة. والسؤال نشتري دلوقتي ولا ايه؟ بص انا هجاوبك، بس الاجابة ممكن ما تكونش متوقعة شوية لانها مقسومة جزئين. اصلا العربيات انخفض سعرها ليه؟ قولا واحدا عودة المعروض، يعني لما العربيات رجعت تاني تبقى موجودة بكثرة في مصر بعد انفراجة الدولار، ابتدت معارض كتيرة تعرض عربيات كتيرة، المنافسة زادت، الاوفر برايس قل في الوقت اللي تراجع فيه الطلب لان الناس ما كانتش قادرة تشتري، فالاسعار انخفضت اكتر. يعني كلمة السر توفر المعروض. تمام كده؟ طيب هيستمر بقى الانخفاض كده ولا ممكن يرجع يرتفع تاني؟ اول درس اتعلمناه من كورونا وحرب اوكرانيا وازمة الشرايح الالكترونية ان العربيات الحديثة مش بتعتمد على بلد واحدة، العربية الواحدة بتعتمد على كل دول العالم. يعني موتور من اليابان، جير بوكس من كوريا، بطاريات من الصين، وهكذا. العالم النهاردة على شفا جرف انهيار العلاقات الدبلوماسية والسياسية في كل حتة، وخصوصا بعد سياسة امريكا الجديدة اللي بعت فيها العالم، وراجع الفيديو اللي فات. وبالفعل شفنا بسرعة مناوشات ما بين الصين واليابان، وإيران بدأت بالفعل تعمل بعض التدريبات كده على غلق مضيق هرمز، وحاجات كتيرة ابتدت تحصل اليومين اللي فاتوا دول. بس أنا ماليش في القصة دي كلها، أنا راجل عايز أشتري عربية، أنا مالي أنا ومال الكلام ده. التوترات دي لا قدر الله لو كترت أو زادت هتأثر على وفرة المعروض اللي هو كان السبب في انخفاض الأسعار. يعني أي مثلا توتر لا قدر الله في مضيق هرمز هيأثر على أسعار البترول في العالم، وبالتبعية هيرتفع سعر البترول، سعر الطاقة والشحن، وبكده هيزيد سعر العربيات. روسيا وأوكرانيا الخناقة اللي بينهم دي لو كبرت وضمت أوروبا كلها، كل العربيات الأوروبية بالتبعية تتأثر. مشكلة تايوان دي لو لا قدر الله برضو كبرت، كل عربيات العالم هتزعل. يبقى كده الإجابة المفروض تكون كالآتي: لو محتاج عربية فعلا خلال الشهور اللي جاية، استعمال شخصي بقى، شغل، أي حاجة، اتوكل على الله. ده توقيت منطقي ان انت تشتري، وما تستناش ان هو تنخفض اكتر، لانه ممكن ينخفض في حدود 5-8% بالكتير، ولكن المخاطر اكبر بكتير من الانخفاض ده. لكن لو الشراء رفاهية مفيش احتياج ضروري قوي، ممكن تستنى وتشوف لو في انخفاض اكتر انت الكسبان، لان انت مش محتاج جدا ان انت تجيب عربية دلوقتي. وهنا بقى السؤال اتحول من هل اشتري عربية ولا لا الى لو حصل في الامور امور المفروض يبقى عندي عربية ايه عشان اقدر اعيش بيها فترة كويسة. هتقول لي ايه العلاقة؟ انا في العادي بدور على عربية تكون اعتمادية، قطع غيارها كويسة، استهلاكها للبنزين معقول، فيها حد جيد من الرفاهية. هقول لك بس وقت الازمات انت لازم تركز في حاجة مهمة، قطع الغيار يا باشا، اللي هتكون اهم حاجة في العربية بعد توفر البنزين. نشتري ايه بقى؟ الصيني وقت الازمة هيكون الافضل. ليه؟ لأن الصين أكيد هتزود تصديرها لأسواق زي السوق المصري لو فقدت السوق الأوروبي أو الأمريكي. قطع الغيار المفروض تكون متوفرة بشكل كبير للماركات المعروفة، يعني ما تروحش الماركات اللي مش معروفة، لأن الصين تعتبر مصنع العالم. ما هو لو مصنع العالم مش عارف ينتج، مين اللي هينتج؟ ولو حصل قلق غالبا أسعار العربيات الصيني وقطع غيارها احتمال ترتفع شوية، ولكن مش هيبقى بزي الارتفاع اللي ممكن يحصل مع الأوروبي أو الكوري. طب الياباني والكوري دول في الغالب تكلفتهم هتزيد. مبدئيا مصانعهم مش منتشرة في مصر بكثرة زي ما الصيني بيحاول يعمل دلوقتي، والطلب العالمي عليهم كبير، والشحن من شرق آسيا لحد هنا هيبقى غالبا في مشاكل. لكن الصيني موجود وبيحاول يعمل كمان إنتاج محلي أو تجميع محلي، فأنت يعني هيبقى العربية جنبك هنا في مصر. الأوروبي بقى هنا كده احنا عندنا نوعين: تركي، التشيكي، الإيطالي، الفرنساوي. دول احتمال يبقوا الضحية الأولى لو الحرب الروسية الأوكرانية كبرت وشملت آسيا. سعرهم هيطير بسرعة، قطع الغيار ممكن ما تبقاش متوفرة، دول كل حاجة هتزيد عليهم من حيث التكلفة، طاقة، معادن، شحن، كل حاجة. الألماني بقى للأسف لازم تبعد عنه، على الرغم من إن الألماني الأفضل من وجهة نظري في الدنيا كلها. ليه بقى؟ لأن إنتاجه معقد ومتوزع عالميا في حتت كتير قوي، مكوناته عالية التقنية وسعرها غالي جدا، ومحتاجة رو ماتيريالز كتيرة وبارتس كتيرة، والصيانة في مصر كده كده غالية، وهو وبقية الحاجات الأوروبي كله بيعتمد على اليورو. أما لا قدر الله السيناريو الكارثي بتاع إن الصين وتايوان يلطشوا في بعض، أنت كده بتتكلم في إن كل عربيات العالم هتزعل، لأن كل المايكرو تشيبس اللي في العربيات الحديثة كلها بتعتمد على تايوان. يبقى أنت كده عرفت تشتري عربية ولا لأ؟
وتشتري عربيه نوعها ايه. وفي الاول والاخر في القرارات المصيريه اللي زي دي اللي احنا مش عارفين المستقبل فيها رايح فين، استخير قبل ما تعمل اي حاجه.